4 لعيبة من العيار الثقيل في بيراميدز عقودهم بتخلص خلاص. أولهم مهند لاشين. مهند لاشين ليه الحق إنه يمضي لأي حد في يناير خلاص وآخره السنة الجاية مع بيراميدز، ولكن عمره كبير شوية. مهند لاشين هيبقى 31 سنة الموسم اللي بعد اللي جاي، ولكن مهند لاشين في يناير يقدر يمضي لأي حد. صفقة فري، صفقة تنفع أي فرقة. لعيب بأربع رئات، لعيب شفناه مع منتخب مصر في كأس العالم، عمل أداء فوق 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 الممتاز. مين التاني وده اللي اتمنى ان الاهلي يخلص فيه من دلوقتي؟ وهو محمود مرعي المدافع. مدافع رايق قوي، كورته حلوه، كورته جميله، مدافع مميز جدا ومن افضل مدافعين الدوري المصري، وبيطلع بالكوره صح وقوي وكمان طويل في الرأسيات، مميز جدا. محمود مرعي لسه 27 سنه، فري ويقدر يمضي لاي نادي في يناير، ودي هتبقى صفقه ضربة معلم على بيراميدز. مدافع مميز وغالبا هو مش عايز يجدد التعاقد بتاعه، لان بيراميدز ابتدى يدور على بدايل وابتدى يجيب اياد العسقلاني، ومش فاكر جاب مدافع تاني على ما اعتقد. بالنسبه لي صفقه مهمه جدا صفقه محمود مرعي، ومدافع مميز ومدافع هيجي لك ببلاش رغم انه مدافع كبير. تالت واحد مين؟ تالت واحد هو كريم حافظ. كريم حافظ برضو عقده خلاص في يناير، ولكن كريم حافظ برضو سنه زي سن مهند لاشين بالظبط. هو دلوقتي برضو 30 سنة. فأنا بصراحة لو هجيب واحد في الاتنين، لا هجيب طبعا مهند لاشين. لو هجيب يعني حد فري يفيدني في نص الملعب، مهند لاشين لسه عنده تتكلم في 30 سنة، فقدامه 3 4 سنين على الأقل بعد الموسم اللي جاي يقدر يديهم، خاصة إن زي ما قلت لك إنه هيجي فري. رابع واحد وهو محمد حمدي الباك الشمال، راجع من صليبي، طبعا اصابه كبيره، سنه برضه مش صغير 30 او 31 سنه. فبرضه محمد حمدي انا بالنسبه لي استبعده من فكره الاهلي، ولكن لو في اي نادي بيدور على لعيب فري ولعيب مميز ولعيب دولي، فعندك باك شمال محترم هيبقى فري ويقدر يمضي لاي حد في يناير. دول 4 لعيبه خلاص عقودهم بتخلص في بيراميدز، والخامس بقى هو مفاجاه واعتقد انه هيرجع الزمالك، هو مصطفى فتحي اللي عقده بيخلص برضه ولكن عنده 32 سنه. واعتقد ان الزمالك لو القيد بتاعه اتفتح مصطفى فتحي هيرجع الزمالك تاني، مش هيجدد تعاقده مع بيراميدز. ده توقع مني شخصي، ولكن لسه طبعا مساله القيد بتاعه الزمالك ديت مش مضمونه. اتوقع هل ممكن الاهلي يخلص حد فيهم؟ ممكن نشوف مثلا مهند لاشين او محمود مرعي في الاهلي الموسم اللي بعد القادم، خاصه ان اللعيبه دي زي ما قلت لك تقدر تمضي لاي حد في يناير خلاص بعد انتهاء عقودهم. انا اتمنى على المستوى الشخصي محمود مرعي. قول لي رايك في الكومنتات، ومتنساش اللايك والمتابعه عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، سلام.